البنات، سلام الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير على خير. همزه الهموزه حبيبتي، وقبل ما نبدا معاك نطلبك اخيتي ونترجاك واحد اللايك يا حبيبتي باش تدعمي اختك سالمه. لايك وتعليق زوين وتشجيع من عندك يا حبيبتي. دعمينا باللايكات اخيتي. راني كنبدا المجهود يا البنات في الفيديو، لا يخطيكم عليا والله. كنفرح بتشجيعاتكم، كنفرح بلايكاتكم، وحتى انا نفرحكم معايا بالهميزات يا حبيبتي. وفين ما كايناش هميزه نفيقك يا حبيبتي ليها وتمشي وتقلبي، وان شاء الله تكوني في حالك وبالصحه والراحه وعواشركم مبروكه. والله يدخل علينا هاد العواشر بالصحيحه والسلامه وطولة العمر وما تمنينا في خاطرنا. ويلا ها حبيبتي فيقي وعيقي، راه الناس يعني فاقوا قداو شغالاتهم. وانت يا حبيبتي يلا نوضي شوفي صبحت عليك بالتمر، التمر المعمر بالقرقاع والممسوح بالزهره يا حبيبتي. وقولي بسم الله وعلى بركه الله، ونوضي وجمعي الوقفه وكوني لالاتهم اخيتي وبحداك تكفيتاهم حبيبتي. همزه الهموس التمر يا حبيبتي بثمن مناسب واكثر من مناسب اخيتي. فغير نوضي وقلبي وراه الرزاق هو الله حبيبتي. السلام عليكم البنات، السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير على خير، اموركم مزيانه، هانيات فرحانات نشطانات. نتمنىكم يا حباباتي تكونوا بصحه جيده. اليوم همزه الهموز يا خواتاتي، اليوم يا حباباتي خصكم شوفوا يا البنات، خصكم يكون فيكم المعقول يا حباباتي. عرفتي الا كان فيك المعقول حبيبتي، عرفتي اخيتي الا كان قلبك بيض وكتبغي الخير للناس، عرفتي يا حبيبتي الا ما كان فيك لا حسد لا غل لا غيره لا، عرفتي كلشي غادي يتوفق لك باذن الرحمن، وكلشي غادي يتسهل لك باذن الرحمن. عرفتي علاش؟ لان هذا بيض، لان القلب والنيه صافيه كيف ما كنقولوا حنا من الاخر. كاينه ولا ما كايناش؟ وصلوا على نبينا يا البنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. شوفوا يا خواتاتي، زيدوا صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. قلت لكم يا حباباتي النهار اللي درنا تقسيم الميزانيه، راه التقضيه يا البنات الا كانت باينه لكم. المهم تما حاطه التقضيه، وقبل ما نشارك معكم التقضيه قلت غادي نشارك معكم هاد الهميزه. هذه صراحه هميزه، ولكن هاد الهميزه ما جاتش من فراغ. هاد الهميزه جات بحسن المعامله، بالمعامله الطيبه يا البنات. شوف يا خيتي، من الواقع اختك سلمى كتهضر معاك من الواقع حبيبتي. شتي الا كنتي طيبه مع الناس اللي كتعاملي معاهم، راه بطبيعه الحال حتى هما غادي يكونوا طيبين معاك، وحتى هما غادي يكونوا كيتعاملوا معاك طيبين. لا من الخدار ولا من الكزار يعني، ولا من صاحب الهري ولا مول الحانوت ولا يعني حتى هما غادي يكونوا معاك 5 اخيتي. والحمد لله والشكر لله. اللهم اديمها نعمه يا ربي واحفظها من الزوال. كندير معكم فيديوهات يعني بوجهي مكشوف يا البنات، يعني فين كنهضر لكم على الاقتصاد كنهضر لكم وانا يعني مبين راسي، الناس عارفيني، يعني جيراني معارفي، عائلتي يعني عارفين. يعني فين كنهضر لكم على شي حاجه ديال الاقتصاد كنهضر لكم على شي حاجه ديال الاساس. فين كنهضر معكم على شي تحدي كنهضر معكم على تحدي من الواقع، ماشي غير بلا بلا بلا. فهمتوني يا خواتاتي؟ والحمد لله ربي ما كيخيبش، الحمد لله ربي ما كيحشمش يا البنات. فلهذا كونوا فليفلات حارات. كتعرفي شنو هي تكوني فليفله حاره؟ واش كتعرفي يا حبيبتي ما معناتها انك تكوني فليفله حاره؟ معناتها انك تكوني قد الكلمه، معناتها انك تكوني مرة ونص وثلث رباع. معناتها حبيبتي ان النهار اللي يكون الرخ تفكري حبيبتي في وقت الزيار، والنهار اللي يكون الزيار حبيبتي تاخدي من داك البركه ديال الرخاء اللي خبيتي واللي وفرتي واللي ادخرتي واللي جمعتي حبيبتي. فهمتيني اخيتي؟ وهذا الشيء اللي كنديرو حنا دابا، كنجمعوا لان المصاريف كثيره يا البنات، كنجمعوا لان جاي لنا واحد الغول سميتو رمضان.
واحد الاخت قالت لي ما تقوليش الغول سميتو رمضان. لا حبيبتي، هذيك مصاريف شهر رمضان الكريم. اما شهر رمضان نصب له كان يطول شهرين و3 شهور في العام، ماشي غير الشهر. كنتونسوا يعني اجواء رمضان وروحانيه رمضان وما نعاودش ليكم. ولكن حبيبتي فين كتمشي عند الكزار، كتمشي عند الخضار، كتمشي للهري وتلقاي الزحام هنا والزحام هنا والمصاريف وكلشي كيتزاد في الثمن، فكنوليو نقولوا الغول مصاريف رمضان. فهموني يا حباباتي وذوقوا كلامي. المهم يا خواتاتي، كاين اللي متفق معنا، كاين اللي ما متفقش معنا على حساب هادشي اللي كنوفروا لشهر رمضان. هم احرار وكذلك احنا احرار. حنا عارفين راسنا ان الميزانيه على قد الحال، والله يكون في العون. العدد الافراد الاسره مرتفع، وفين كيجي رمضان يا حبيبتي وكيكثر عليك الهمهم، ما كاينش اللي غادي يفتح لك هاد الباب ويقول لك فلانه هاكي هاد الحاجه، كايناش. ما تنتظريهاش حبيبتي. الا ما وفرتي ومشيتي نتيا دقيتي في داك المجمد ديالك، قلتي له عمي المجمد اعطيني واعطيني واعطيني، هو غادي يعطيك بكل فرح. ما غادي يسمعك جار، ما غادي يسمعك مول الحانوت كتكريدي، ما والو. منين كتسلفي من المجمد ديالك، منين كتجيبي التقضيه كتجيبيها من المجمد ديالك. ولكن بطبيعه الحال داك المجمد ماشي غادي ينزل عليه، يعني كيف ما كنقولوا مش غادي طيح عليه التقضيه من السما. داك المجمد خصك تخدمي عليه، خصك تقضاي شويه بشويه. والحمد لله والشكر لله. وكيف ما وعدتكم يا الاخوات، سالينا الصناديقه ديال رمضان، حبسناها صافي ما بقيناش كنحطوا فيها. ودابا جا وقت التقضيه ديال رمضان حبيبتي، وحنا تقريبا دابا يعني في العشر الاوائل ديال شهر رجب. المهم الوقت كيدور بالسربه فر 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 فر، والساعه كدور بالسربه فر فر فر، والاسبوع كيدور بالسربه الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد، الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد، غتلقاو غدا رمضان ان شاء الله. فلهذا فكروا يا البنات. وحتى اللي ما حتى اللي باقا، شوفي، حتى اللي باقا ما دارت لا كرتون رمضان ولا دارت الصناديقه ديال رمضان، فكنصحك حبيبتي انك تبداي في هذه القضيه ديال المجمد لشهر رمضان. مجمد لشهر رمضان حبيبتي ما كنحطش فيه، انا نقول لك اللي كندير فيه، كنديرش فيه الخضره وما كنديرش فيه الديسير، كندير ما عدا فيه شويه ديال الفريز ولافوكا. ما كندير فيه لا بنان لا تفاح، المهم كل واحد يدير اللي عجبو. انا كنشارك معكم شنو كندير انا في المجمد. كندير الفريز ولافوكا بالنسبه للديسير. وبالنسبه هكا التمر كنديرو في المجمد. راني شريت السبق ليا وشريت هي البنات التمر، ونقص شويه كلينا وشويه راه عندي في المجمد. وكذلك ومثال دابا يا البنات شريت عاوتاني هاد البركه همزه الهموز كيف ما غادي نقول لكم، والثمن يعني محفز للغايه يا خواتاتي. ايوا شنو غادي نحط في المجمد؟ غادي نخلي هذيك غادي ناكلوها، اصلا راه حنا بديناها باش ما نحرمش وليداتي ابدا يا البنات. وهذه غادي نحطها في المجمد. علاش سلمى؟ لاني كنبغي نوفر، كنبغي نقتصد، عارفه الميزانيه يعني ما غاديش تكفيني لشهر رمضان. اذا من دابا اللي خبيتو يتخبى، واللي وفرتو صالح انه يتوفر كنوفرو، واللي صالح انه يدار في المجمد كيدار. واللهم اديمها نعمه وحفظها يا ربي من الزوال. ونوضي حبيبتي وفكري في اللي غادي ينفعك. وكيف ما قلت لك، الا ما كنتيش دايره ستوك ديال بيت الخزين او كرتون رمضان او دايره الصناديقه، ففكري على الاقل في المجمد وخدمي عليه في هاد ما تبقى من هنا لشهر رمضان يا حبيبتي. فكري مزيان وضربي حسابك قبل ما يجي غدا رمضان وتقولي انا شنو درت. فين هما دوك البنات اللي كانوا كيقولوا لي ما توفريش؟ فين مشاو هذوك الاخوات بين قوسين النيه السيئه والسلبيه اللي كانوا كيقولوا ايوا باقي رمضان بعيد، ايوا باقي هادي بعيده، ايوا باقي ايوا باقي. حنا عارفين باقي، ولكن اخيتي حنا ما عندناش باش نتقداو في نوبه.
فلهذا كنغتنموا الفرصه. فلهذا داك التقضيه، داك المبلغ اللي كتمشي تقضي به من الهري، نقصي منه واحد المبلغ وقولي هذا غادي نبدا به، يا كرتون رمضان يا ستوك لرمضان. نمشي عاوتاني النهار ديال السوق يعني ونشوف هكا الاثمنه المناسبه على حسب مدخولي. ولا كنت حبيبتي انا ما كنديرش مثلا الخضره في المجمد ولا انواع الدسر في المجمد، عاوتاني راه كل واحد يعني، فهموني يا خواتاتي، راه كل واحد يعني واسلوب حياته. قدر انت حبيبتي يواتيك داك الخضره في المجمد يعني ترتاحي فيها. انا من غير الفلفله زعما كنظن من غير الفلفله اللي كيرتفع الثمن ديالها يعني ما نديرش في المجمد. فهمتوني يا الاخوات؟ ايوا الحمد لله. وتعلموا تسيروا الوقت يا البنات، تعلمي حبيبتي تسيري الوقت، وتعلمي خيتي قبل ما يوصل رمضان نكون فكرت ليه، وقبل ما يجي العيد الكبير كيف ما شفتوني يعني الصنيدقه ديال العطريه ديال عيد الاضحى نكون فكرت ليها. بكره نكون فكرت ليه، واخا الثمن غالي وانا ما نقدش مثلا، انا عندي واحد المصروف ديال 2000 درهم هي اللي نقد نشري بها لحولي فين يجي شهرو صافي. انا كيمشي راجلي كيمشي الزوج، كنمشي انا والزوج، مهم على حسب نتيا والحاله ديالك. غادي تمشي للسوق غادي تلقاه داير 4000 درهم، ايوا وانتي عندك غير 2000 درهم، ايوا شنو تبقاي بلا حولي؟ لا، هاد العام نفكر طوال السنه النهار ديال الحولي. لقيناه يا مدام زايد 1500، مرحبا يا الزوج، ها هي دي 1500. منين جبتيها؟ جبتها من التحدي ديالي ديال طوال السنه. تفرحي وليداتك وتكوني مع وليداتك ومع راجلك وفي دويرتك. وبطبيعه الحال انا كنهضر مع الازواج اللي كيكونوا فاهمين، اللي كنقولوا بين قوسين ريشه كتغطي ريشه. اما اللي عندهم مشاكل فكنظن حبيبتي ان مشاكلك اولى انك تحليها عاد نوصلوا لعيد الاضحى اللي هي سنه مؤكده. صافي يا خواتاتي، وفهموني يا البنات وذوقوا كلامي وعرفوا الهضره فين غاده. المهم يا حباباتي، انا فين قسمت ميزانيتي قلت لكم هاد 200 درهم يا البنات غادي نزيدها للستوك ولا الكرتون رمضان. وفعلا داكشي اللي كنت ناويه ندير، كنت ناويه ندير زعما نزيد شويه من هنا ومن هنا، والخبر راه في راسكم، ونقدر نعدي ونسير ليا ونشري شي حويجه هكا يعني الكرتون رمضان. فمشيت يا البنات فين تقضيت التقضيه كيف ما قلت لكم غادي نشاركها معكم الفيديو الجاي، الفيديو ديال غدا ان شاء الله. ليه واش ما عندكش التمر؟ المولاري سولته عندك افلام التمر؟ قال لي كاين. واش باغا الشطبه ولا هذا سكري؟ قلت ليه ارا نشوف شطبه وسكري، عطيني نشوف. عطاني يا البنات الشطبه، قلت ليه وريني سكري. هاد السكري يا البنات بقات عنده كرتونه وحده، داك الكرتونه ما عجباتنيش، فين شفتها جاتني شويه قاصحه. المهم درت ليها هكا مسيتها هكا لقيتها شويه قاصحه، قلت ليه لا هادي قاصحه. قال الخدام ديالو دخل جيب كرتونه ديال التمر جديده. هذا مول الهري اللي كنتقدى انا من عنده في مونفلوري البنات. فين دخل جاب كرتونه كبيره، كرتونه كيكونوا فيها واقيلا 6 ولا 8 ديال هاد الكرتونات الصغار. فين فتحها يا خيتي قال لي شوفي راه هذا ديال السكري فيه 3 كيلو، ولكن راهم كيكونوا زايدين هكا 200 غرام 300 غرام على 3 كيلو، يعني الا خديتي هكا كرتونه غادي تربحي فيها 300 غرام ولا 250 غرام، مهم على حسب. صافي يا البنات، فين مشى قلت ليه يلاه عبرها. فين عبرها يا خواتاتي لقى فيها 4 كيلو. هاد 4 كيلو وهاد 3 كيلو هادي يا خواتاتي كتباع ب 99 درهم. هادي كتباع هذا التمر السكري هانتوما باقي بلومبالاج ديالو، يعني فهمتوني ها هو باقي بلومبالاج ديالو. هذا كيتباع 99 درهم، ولكن 99 درهم على سوم يعني فيها غير 3 كيلو. فانا يعني كيف كنقولوا اللي مرضي الوالدين عمر ربي ما كيخيبوا. فين وزنها لقى فيها 4. قال لي يا سبحان الله فيها 4. قلت ليه ويلا كان فيها 4. زيد قلب لي في دوك الكريطنات،
الا لقيتي واحده اخرى فيها 4 حتى هي عطيها لي ناخذ 2 كريطنات. وفعلا بقى كيهز وحده بالوحده، هذه فيها 3 كيلو ونص، هذه فيها 3 كيلو وربع، هذه حتى لقى الاخرى حتى هي نفس الميزان 4 كيلو 4 كيلو، فخديتهم بجوج بهم يا البنات. وهذا فين صرفت 200 درهم ديال التقضيه، يعني اللي قلت لكم غادي نتقضى بها الستوك ديال رمضان. وتحمست يا البنات لان هذا السكري سولت عليه، يعني راكم عارفيني فين كنمشي للسوق نهار الحد كنجيب هكا شويه ديال التمر. فين مشيت للسوق يا خواتاتي سولت على سكري، قال لي مول هاد التمر والكركاع اللي كنتقدى من عنده، قال لي داير 40 درهم. فانا يا البنات دابا خديت 4 كيلو 4 كيلو يا خواتاتي ب 99 درهم، يعني طاح عليا اولا تقام عليا ب 25 درهم الكيلو. هو ثمن مناسب ولا ماشي ثمن مناسب؟ ولكن لا، حبس ثمن مناسب، ولكن المعامله هي اللي زوينه. لو لم يكن المعامله ديالي مع ملهري يعني معقوله، ما غاديش يخلي الخدام ديالو يقلب ليا في الكراطن باش يعطيني الكرتونه اللي فيها 4 كيلو واحده اخرى. فري هذه الاولى جات يعني صدفه، وزنها هو عاد لا راسو غادي يجبر فيها 3 كيلو 300 3 كيلو كاع ونص، فجبر فيها 4. هذه نقولوا صدفه، ولكن باش ملهري يقول الخدام ديالو زيد قلب ليها الا كانت وحده اخرى فيها 4 كيلو، ويعني هكا يجلس الخدام كيوزن وحده بوحده حتى يلقى لك وحده اخرى فيها 4 كيلو. فهذا دليل على حسن المعامله ديالي مع ملهري، يعني المعقول عطيني كنتقدى من عنده، هو كينقص في الثمن، كانت شي حويجه بحال هكا عاوتاني ما كيبخلش عليا كيعطيها لي، انا كنخلص بفلوسي وهو كيعطيني التقديه زوينه ونبينا عليه السلام. فما نكذبش عليكم يا خواتاتي، بالنسبه ليا دابا لان رمضان معروف بالتمر يا خواتاتي، معروف بالتمر يا البنات، فانا ما غاديش نلقى فحال هذا ثمنه 25 درهم الكيلو. فين لقيتو يا خواتاتي؟ قلت هي اللي ما تتعاودش، 200 درهم ديال هاد الشهر هادي غادي نتقدى بها التمر ونبينا عليه السلام. دابا هادي غادي نديرها هكا صاينه، حقاش هي اصلا في لومبالاج ديالها، غادي نديرها في المجمد، غادي نحطها هكا في الفريكو. وهذيك هي البنات ربما نقسمها في النص، نخلي 2 كيلو قياس 2 كيلو ناكلوه نديرو في طويصه في الثلاجه، و2 كيلو الاخرى يعني نجمعها هكا نديرها في البلاستيك الغذائي ونديرها حتى هي في المجمد. وإلا بقيت هكا راه ان شاء الله باذن الرحمن يقدر في رمضان ما نتقداش كاع التمر، والحمد لله والشكر لله، ونكون يعني نقصت على راسي واحد الميزانيه اللي هي كبيره ديال التمر. وراكم عارفين التمر، ولكن شوفوا انا ما جيتش وتقضيت التمر هكا بثمن طالع ونقول غادي نخبيه لرمضان، لا فين تقضيتو دابا ولا عاقلين فين تقضيت داك 10 كيلو ديال التمر، تقضيتهم بثمن مناسب واغتنمت الفرصه. وفاهمين حبيبتي ودوقي كلامي، اغتنمت الفرصه. فلهذا يا خواتاتي والعزازات على قلبي، الحمد لله والشكر لله، مغتنمين الفرص، يعني اللهم اديمها نعمه وحفظها يا ربي من الزوال. راكم عارفين في الفطور لابد خصنا تميرات هكا مع كويس ديال الحليب اولا شغيمه ديال الماء، والحمد لله والشكر لله. الله يدومها لينا نعمه، واغتنموا الفرص يا البنات، وتكون عندكم الكلمه كلمه، وتكونوا لليات تنسوا فليفلات حارين، وتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الناس بالمعقول. راه المعقول طريقه سالكه ومسلكه يا البنات، والغش راه دغيا كيصبح عليه الحال. والله يخلينا في صباغتنا، والله بعد علينا ادياننا، والله بعد علينا شر الخلق. انا وياكم وجميع المسلمين وكل من شاف هذا الفيديو قال امين يا رب العالمين. احبكم في الله ولا اله الا الله. اختكم سلمى كتجيكم بالمعقول، كتجيكم بالمصداقيه من الواقع يا حباباتي. فلهذا كنقول لكم راكم عزاز ديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. احبكم في الله. ما تبخلوش على اختكم سلمى باكبر عدد من اللايكات،
وشكرا لكم يا حباباتي اللي درتو في اطار الاقتصاد وحسن تدبير المصروف والميزانيه. نشاركوا مع خواتاتي والعزازات على قلبي بكل حب وبكل طاقه ايجابيه. تهلاو ليا في ريوسكم، والسلام عليكم، مع السلامه البنات.